حبايب قلبي نادية من جوه، وحشيني جدا جدا. اخباركم ايه يا حبايب؟ نخش بقى على الفيديو بتاعنا الجميل الحلو ده. هتستفادوا منه. روتين جميل ومشجع، لازم تخشوا كده تشجعوا، واحنا نشجع بعضنا، بنشجع بعضنا يا جماعة، والله ما في اكتر من كده. احنا اخوات، والجو حر، جو برد اليومين دولت، لازم نشجع بعض، ندي لبعض طاقة ايجابية. كل اللي بيعمل حاجة، لو انا مثلا بعمل مصلحة وانت شفتيني هتطلعي مثلا تعملي طاقة ايجابية، بتشجعي مني، انا بشجع منك، بنشجع بعض يا جماعه. كل اللي خش قناه انا بشكره من كل قلبي، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ويبارك لي فيكم يا رب، ويصلح حالكم بحق جنة يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره. ربنا يخليكم ويديمكم نعمه في حياتي. هنخش هنعمل معجونات بقى مع بعض، عشان انا كنت خابزه ما عملتلهمش ابابير، احنا عندنا بنسميها ابابير، يعني لما نكون بنخبز عيش اللي هو الفلاحي دي، بنعمل ابابير بسكر، ابابير بجبنه، زي ما انا كنت موراكم النوبه اللي قبل دي يعني. قمت عامله لهم بقى معجونات، يعني المعجونات يعني ايه، باتيه، اي حاجه تيجي على بالكم تعملوه. جبت جبنه بقى قديمه من عندي، من جبنه مش قديمه، حطيت عليها نقطه الزيت ودعكتها قوي، وجبت موتيلا، حشيتها بيه اللي هي بالشوكولاته ديت. كانت جميله جدا جدا، او كانت حلوه قوي كمان. والعيال فرحت واتبسطت، وكانت مهرجان بقى، والحمد لله يعني. اهم حاجه فرحت العيال وكلوا واتبسطوا، وكلنا كلنا منهم يعني، بصراحه كانوا حلوين قوي. ربنا بالهنا والشفا يا رب، اللي كل. بصراحه كانت حلوه، والعيال كانت فرحانه قوي قوي كمان يعني، ومبسوطه اللي انا عامله لهم الحاجه دي، يعني فرحانين قوي وملمومين حوالين مني، فظيعين يعني. طلبتهم بره الوقت. ام سامح بقى جت قعدت معايا، ساعدتني، ربنا يخليها يا رب ويبارك لي فيها. هي عشان متجوزه بقى قريب من ليا هنا في البلد، لو اي حاجه انا بعملها بتيجي تساعدني، بتعمل معايا اي حاجه، عشان عارفه ان انا رجلي تعبانه وكده، ما بنهاش اعمل حاجه. وبعدين معلش بقى، ما تاخذونيش، انا قاعده على الكرسي مش عارفه اقعد على الارض، لان رجلي وجعانه زي ما قلت لكم، ما بعرفش اقعد على الارض خالص. ولازم بقى اخبزها على الطبليه بتاعتنا دي الجميله دي. خبزتها وانا قاعده كده بس، يعني معلش اخذوني بقى يا جماعه، ما غصب عني، سامحوني، ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا. دي فيروز اللي قاعده في طول مامتها دي. دي ام سامح اللي انا بقول لكم، هي شكلي ولا مش شكلي؟ اختي وحبيبتي بتقول لي هي شكلك بالظبط، سبحان الله. ربنا يخليكم يا رب، ويخليهم لي بحق جنبه، ويسترها معاكم ومع اولادكم، ويبارك لكم فيهم، ويهدهم لكم، ويحوش عنهم ولاد الحرام، وربنا يسترها معاهم دنيا واخره، ولك وولاد المسلمين جميعا، وولادنا يا رب، وربنا يسترها معاهم دنيا واخره، ويفاديهم في طريقهم يا رب. مسكتهم بقى، خبزتهم كده اهوت. كانت مسامح كانت بتخبز بالايه، قلت لها بلاش دقيق، اعملي، كنت انا حاطه نقطه زيت في الصينيه، قلت لها عكي ايدك بالزيت احسن، واخبزوهم بالزيت، نقطه زيت يعني. دي اخر صينيه هي هعملها، هي خلاص عملت صينيتين، ودي التالتة. ما خدوش وقت يعني، ولا خدوا حاجه، وفرحنا العيال وكلوا وشربوا، والحمد لله رضا. حاجه سهله خالص وبسيطه، وبتملي بيتك خير. عيل ياكل مثلا، هيعمل كوبايه شاي، هياخد له سندوتشين، اللي هو مولت يعني، ما هو زي المولت بالظبط، احلى من المولت. وبعدين انت اللي خبزاه بنفسك وعاملاه، والله العظيم طعمه ما اقولكوش، جميل جدا جدا جدا، طعمه حلو قوي. كنت عاملاه معاكم قبل كده، كنت عجناه معاكم، بس النبات بقى كانت ام سامح حاجات عجنته، عجنته لي يعني. انا بقى ما صورتوش وانا بعجن، عشان كنت عجناه معاكم قبل كده يعني، قلت اخبزه معاكم وخلاص. هو بتعجن عجن عادي خالص يعني، مثلا بتحط مثلا بودر. لو انت مثلا عايزه تحط مع نص كوبايه زيت، ملح وميه وبس، مفيش اكتر من كده، وتسيبيه يرتاح. وبعد ما بيرتاح بتمسكيه تخبزيه، وبعد ما بتخبزيه بتسيبيه برضو يرتاح في الصينيه، عشان ياخد معاك يعني، يبقى يرفع معاك يعني، ويبقى حلو. ايه في الباب يا رحمة. انا لما خلصت، كانت انا حطيت الصواني فوق من بعض كده، علشان التحتانيه ترفع يعني، تخمر يعني وترفع. على ما خلصت خالص، كانت التحتانيه رفعت، حطيتها في الاول، وبعد كده حطيت التانية، عشان الشوكولاته كانت كتير حاطه الشوكولاته كتير،
كمية كبيرة، ما كنت المفروض كنتش حطيت كتير كده. ساحت مني في أمّا حطيتها في الفرن قامت جاية سايحة يعني، بس كانت ما شاء الله الرغيف اللي هي الباتيه دي ما شاء الله كلّها شوكولاتة من برّه من أولها لآخرها، كانت سايحة في قلبها كلّها، كانت حلوة أوي، أوي كمان وجميلة وطعمها كانت حلو، مش كده يا رحاب؟ كانت حلوة؟ قُل لهم بقى كانت حلوة. كانت حلوة كان طعمها إيه؟ مسطرة. مسطّلة؟ فضل يحلب أمّا جه ورايا في الأوضة. إيه ده؟ برتقال. برتقانة؟ شكرًا يا عم، ربنا يخلّيك يا رحيم. أنت جايب عسلية؟ يا عسلية، اقعدي يا عسلية. طب روح بقى، لا مش عايزة عشان سنتي وجعاني، روح اقفل الباب واطلع على ما اخلص وجاي لك اهو. خلاص سويت يا جماعة، معشى الرغيفين 2. زقوا لبره، زق واطلع. آه... رصيدهم في طول بعض، هما مثلا ما بيلزقوش في بعض ولا حاجة، يعني مثلا لو انت ما عندكش صواني كتير ولا حاجة بتعملي صينيتين او 3 زي ما انت عايزة. دي بقى الجبنة ديت اللي هي اللي بتاع المشي دي جميلة، بتقوم ماسكاها حطاها وبرماها كده اهوت، وماسكاها خبزاها ولزقاها على بعض و... ورصها بقى زي ما انت عايز. اللي قاعد على كنبة فوق دي سامح، قاعدين بقى مستنيين الباتيه اللي ستهم بتعمله لهم. العيلة كلها ملمومة حوالين مني، مهرجان. ربنا يخلي لهم ستهم، يعني بتعمل لهم كل حاجة نفسهم فيه. هنعمل احنا بنسلي نفسنا، بنعمل حاجة سخنة للعيلة، واحنا بناكل حوالين، بنعمل حجة العيلة يا جماعة، وبناكل حوالين منه. هاخده بقى الوقت اولع الفرن وارتاح يعني 5 بس كده على ما الفرن ترتاح، ونولع الفرن بقى ايه عشان اعمل العيال، عشان العيال جعانة وكده. اتفرجي يا ست، شوفي عملت لهم اهو، دي اول صينية تطلع ما شاء الله. كانوا جوعانين. اهي شوف الشوكولاتة لافة فيها كلها، وطعمها روعة جميلة. لافة فيها كلها، قسمتها لكم 3 مرات عملتها 3 مرات اهي. صورت لكم بقى العيال واللي هم بياكلوا بقى فرحانين، بس طعمها جميل روعة. كلها شوفوا ما شاء الله جميلة. كانت فارس بتقول لكم ده جميلة جميلة أوي، تيتا عاملة لنا حلو وطرية بقى وحلوة وهشة وجميلة. وشوفوا أرضيتهم حلوة أوي. أنا ما علتش عليهم، سويتهم كده على الهادي كده في الفرن. عادي يعني ممكن يقعدوا عندك يومين 3 زي ما انت عايزة. هو مش عادي، لو قعدوا عندك يومين عادي مش مشكلة، بتمسكهم بقى تسيبوهم يبردوا خالص، وتعبون في كيس عندك، وتحطهم مثلا في التلاجة او بره التلاجة عادي، ما بجرالهمش حاجة. والعيال تفطر بهم برضو، او مثلا رايحين المدرسة بياخدوا سندوتشات، بدل ده احسن من السندوتشات. هيفطروا الصبح بيجيبوا مثلا كل واحد رغيفين مثلا، بيفطروا كوباية شاي طعمها جميل قوي، وبعدين انت اللي عاملاها بنفسك وجميلة وحلوة قوي، جميلة وطعمة يعني، حاجة نظيفة يعني. مع انا اللي قصدي ما اقولك يعني نظيفة، انت اللي عاملاها بنفسك، وانت اللي خبزاها، وانت اللي حاطة فيها كل حاجة. مش زي مثلا اللي بيجي مثلا بيبقى مركون يوم واتنين وتلاتة ومحطوط متغلف، دي انضف منه وبيبقى اطعم كمان، لان بيبقى دقيق من عندنا. وخير بلدنا يا جماعة. خير بلدنا. البرندة بقى كانت العيال كانت جو شتي، وكانوا ماسكينها بقى لامين فينا بتاع طينة من الشارع وتراب وقرف، والجو كان مبهدل الدنيا. ومسامح ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة بحق جنبي ويخلي لها ولادها، مسكتها نظفتها لي وكنستها، ربنا يبارك لها يا رب. خلصنا بقى البتاه وخشنا بقى، نظفنا البرندة، وخشيت بقى انا نظفت الصالة بقى جوه معاكم برضو. يعني روتين شامل يا جماعة، روتين شامل، روتين تشجيع، عشان بنشجع بعض يا جماعة. شوفوا البت رؤيا العسل راكبين العجل، ربنا يخليهم يا رب، يدري اللي عايز يا رب بحاجة النبي، يا رب يدري المشتاق، ويجبر بخاطرهم يا رب، متحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويجبر بخاطركم وتعليقاتكم الجميله ديت اللي بتشجعني وبتديني طاقه ايجابيه.
واحلى اخوات في الدنيا انتوا حبايبي. بصراحة يعني القناة دي عرفتني بناس حلوة أوي وناس جميلة بحبهم، بحبكم الله في الله. انتوا حبايبي بجد يعني. دي اخر بقى صينية معانا اهيت، لسه في الفرن. دي اخر صينية كبيرة ما شاء الله، حلوة حلوة أوي يعني وجميلة. بالهنا والشفا اللي ياكل يا رب. ربنا يخليهم يا رب كده وربنا يعينه ويقوينه واعمل لهم كل حاجة نفسهم فيها. طول ما انا عايشة اعمل لهم اللي هم عايزينه. بعد كده بقى اعلم مين اللي هيعمل لهم بقى. بقول لكم طرية وجميلة قوي يعني وحلوة يعني مش وحشة. ماشي يا حبيب قلبي. نخش بقى على الشقة بقى، على البيت بقى ننضفه. العيال بقى كانوا ماسكين الكنب والقيسة والتراب والدنيا كانت مقلوبة. اليومين اللي قعدوهم دولت قلبوا لنا الدنيا. قلت بقى اشيل بقى الفرش المنظرة، مش فرش الكنبة، عشان اصبنه ومشغله الغسالة. وهشيل بقى القيسة انضفها انفضها برا وهكنس وافرشها تاني. عشان احنا في الجو برد وما ينفعش ان انا اسيب البيت من غير فرشة يعني، لان الجو ساقع عشان رجلين العيال وعشان الرطوبة. لازم ايه يعني، مثلا انا ممكن اشيله وما افرشوش بس مش هينفع عشان الجو برد اوي كمان. عندنا جو يعني بطريقة رهيبة. كان الجو بقى في اليومين دولت كان شتا ورعد بقى وبتاع هوا والدنيا كانت مقلوبة. الحمد لله احنا احسن من غيرنا يا جماعة، نحمد ربنا. الحمد لله نحمدك ونشكرك يا رب. احنا اول ما نقلنا في البيت ده يا جماعة، اي والله العظيم زي ما بقول لكم كده، احنا بقى كان بيت عيلة، كان بيت عيلة كبير وكان بينه بيوت كده 3 بيوت. انا احنا وسلايفنا كده من فصول من بعض. كنا ناقلين في البيت ده، اي والله العظيم زي ما بحكي لكم كده اقسم بالله. ما كانش باب كبير ده، ما كانش على الباب، ولا كان متعرش يعني. كان في قطين 2 متعرشين، وكان خاله خالص، ولا كان في اي حاجه. قطين متعرشين وعليهم بيبان. والباب الكبير بتاع الصاله ده ما كانش فيه لا باب ولا كان فيه كهرباء ولا كان فيه ميه ولا كان فيه اي حاجه. كانت الدنيا تشتي زي الايام دي كده. والله العظيم اقسم بالله حصلت لي. وبتحصل لناس كده غلابه كتير برضه. آه، كانت تاني يعني كان عندنا في البلد هنا في الفلاحين في يعني ايه على السرير كده. ناموسيات. بنعمل ناموسات، انتوا زيكم شفتوها عندي وانا بستف في اوضتي او كده. الناموسية ديت بتحط عليها مشمع. شفت المشمع اللي بتحط على السطوح ده؟ بتجيبه وامسكه كده بالمشابك بتاعة الغسيل على الناموسية. عشان الولاد يناموا في قلب الناموسية ما ينزلش عليهم مية. الماء تنزل على السرير كده، ينزل على المشمع، تنزل على الارض. كنت بعمله بميلان كده على الارضيه. احط بقى حلل كده يلم الماء اللي واقعه من على السرير او واقعه من السقف يعني. ونفضل صاحيين طول الليل. الدنيا بتشتي واحنا قاعدين زي ما بقول لكم كده نعمل الناموسيه كده بالمشمع ونعملها بالمشابك. زي ما كنا نتنشر حاجه كده ومربطه بالمشابك كده، عشان المية ما تنزلش مثلا على العيال، تبقى في حتة دفع للعيال على السرير ومغطياهم. كانوا لسه صغيرين معايا، ما كانوش كبار يعني كانوا صغيرين، ما كانوش لسه كبروا كده. والحمد لله نحمد ربنا يعني على كل شيء. الكل ربنا يجيبه حلو. انا بحمد ربنا انا لحد دلوقتي يعني بحمد ربنا اللي انا في بيت وصبيته وعملت دور تاني فوق لابو رحيم. ما كنتش مصدقه ومش متوقعه ان انا هعمل حاجه زي دي، او مثلا هيجي لي يوم من الايام اقعد في بيت زي ده. الحمد لله يعني الناس دلوقتي في ناس عايشه في عشش. ربنا يقدرها يا رب ويعينها. نحمد ربنا. احنا قاعدين في بيت وله بيبان وله شبابيك ومتقفل علينا وبردانين. اما الله يكون في عون الناس اللي قاعده في الاراضي وعاملين خيم كده. العرب وغير العرب، في ناس ما فيش عندهم بيوت ولا عندهم حاجه يعني، ناس غلابه كتير يعني. احنا الحمد لله نحمد ربنا يا رب. الحمد لله. انا بحمد ربنا كل يوم اكتر من انا قلت لكم 20 مره ابقى كذاب. الحمد لله نحمد ربنا ونشكره في اليوم كتير. كل ما عين وشك في السما كده اهو تقول الحمد لله.
ربنا هيرضيكي من اوسع الابواب. نحمد ربنا، هتحمد ربنا على كل شيء. ربنا ان شاء الله بيمشي لك حالك ويمشي لك مصلحتك من غير انت ما تحس، واقسم بالله يعني ربنا بيرضيكي اخر رضا. بدل انت سايبه، يعني سايبه لكل حاجه لله كده، وسايبه امرك لله، وسايباها مسلماها لربنا. ان شاء الله ربنا مش هيزعلك ابدا. كل حاجه حلوه هيعملها لك. ربنا حنم الكل. بدل ربنا معاكي يبقى كل حاجه معاكي. معلش يا جماعه بقى، بحكي لكم ايام زمان وحلاوه زمان والدنيا بتاع زمان الحلوه دي. كانت احلى ايام بجد، يعني كانت ايام حلوه والله. هي كانت ايام شقا وايام بهدله، بس كانت حلوه، كانت حلوه يعني. كانت الناس بتخاف على بعضها وبتحب بعضها، مش زي الايام دي كده. العيال جايين بقى بنحوا فيها برضه هما، قلت لهم روحوا انا خلصت. اشوفكم في فيديو احلى واحلى. مع السلامه، في رعايه الله يا حبيب قلبي. اشوفكم في رعايه الله.